بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته، حبايبي متابعين قناة مرحب يوسف في البيت. يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال، ورضا من الله دايما إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل بكل سهولة. بقول لكم خدوا مني الوردة دي، اقبلوها كهدية حب مني لكم. زي ما قلت لكم حبايب قلبي، هنعمل ان شاء الله الجبنة الكريمي في البيت بأبسط طريقة وأسهل طريقة، سهلة جدا. هنعملها بطريقة نظيفة ما فيهاش إضافات ولا مواد كيماوية ولا مواد حافظة زي ما بتتعمل في المصانع. هتفيدنا وتفيد أولادنا. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير. ولو حضرتك او حضرتك جديد معايا في القناة، اتمنى ان حضرتك تتابعني وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو من اللبن. اللبن ده يكون جايبينه من مكان مضمون، يكون لبن طبعا من فلاحة بخيره، عليه القشطة بتاعته والخير بتاعه كله مش متشال منه. ما يكونش يعني جاي من عند التلاجات الموجودة في المحلات. دلوقتي بجيب معايا بولة أو حلة نظيفة زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا مغسولة وناشفة جدا. بجيب الكيلو اللبن بتاعي، وبدأت بالمقص إن أنا أقص الكيلو من اللبن وأفضيه في البولة بتاعتي أو الحلة زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا كمان يا حبايب قلبي ليمونتين، هاخدهم عصير. هنشوف قد ايه المقدار بعد كده اللي هناخده من عصير الليمونتين. ممكن تستخدمي 3 ليمونات لو هم صغيرين. انا عشان عندي الليمون القضاليا الكبير ده استخدمت ليمونتين. دلوقتي بقول لكم ان احنا نشعل النار على اللبن، ونبدأ ان احنا نولع عليه. احنا هنسيبه لحد قبل ما يغلي. هنشوف دلوقتي يا حبايبي، هو انا بدأت ان انا اقلبه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا زي ما قلت مش هسيبه يغلي. عصرت معايا الليمون زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ ان انا اخد كمية محدودة من الليمون. هاخد عبارة عن 5 معالق فقط من الليمون العصير بتاعي. طبعا شلت البذر منه، بوريكم ان انا شلت البذر هنا. بقول لكم 5 معالق كبار من عصير الليمون فقط على الكيلو اللبن اللي عندي. دلوقتي قبل اللبن، اما الاقي اللبن خلاص ان هو مقرب هيفور، هقوم نازله بالليمون بتاعي واطفي النار خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، وابدا ان انا اقلبه. مش كتير يعني، ما اقلبوش مده كبيره، حوالي دقيقه واحده. طبعا انا طافيه النار في الاثناء ديت. تاخدوا بالكم من كل التركات والحاجات البسيطه دي علشان يطلع معايا الجبنه بتاعتي ناجحه. عملت معايا تكتلات زي ما حضراتكم شايفين كده. ادلم عمل معايا كده، يبقى دي التكتلات دي ناجحه جدا اهي زي ما حضراتكم شفتوا. اللي عجبوا الفيديو لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير، تشجيعا منكم للفيديوهات ان شاء الله. ببدأ دلوقتي ان انا شلته بقى من على النار خلاص، سبته يبرد وجبت الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بجيب بوله نظيفه او حله وفوقيها مصفى سلك زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المصفى السلك ديت هجيب فوقيها كمان قطعه من الشاش، او قطعه من او فوطه مطبخ نظيفه، علشان ابدا ان انا اصفي الخليط بتاعي اللي هو الشرش اللي هينزل. ده اسمه الشرش زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اسمه الشرش. السائل ده اللي بنحفظ فيه الجبنه ما بنرميهوش، وممكن نستخدمه كمان في حاجات كتير زي عمل المعجنات. بتطلع منه قرص جميله جدا، او القراقيش برضو. طبعا انا بردتها اهوت زي ما قلت لحضراتكم. هبدا الم الشاشه على بعضها دلوقتي. بوريكم الجبنه بتاعتي ان هي جميله وبيضه زي القشطه. ببدا الم الشاشه اللي فيها الجبنه بتاعتي. بوريكم الشرش بتاعها جميل جدا اهوت، ده مفيد جدا وصحي للمعده. ببدا دلوقتي حبايب قلبي فردت الشاشه مره تانية. ببدا الم بقى الجبنه بتاعتي. المفروض ان انت تعصريها بس مش جامد قوي زي ما انا بعمل كده.
ما تتعافيش عليها قوي كده زي ما انا بعمل كده، يعني انت بتلمي بس منها بتنزلي منها الشرش بس بسيط، مش بتعصريها كده. انا مش عارفه انا كنت بعصرها ليه كده. انا بعملها دلوقتي على شكل كوره علشان اقدر ان انا احطها في الكبه. الكبه بتاعتي اهيت، حطيت فيها الجبنه اللي عملتها على شكل كوره. هحط معايا نص معلقه كبيره من الملح. طبعا الملح ده اختياري، لو حضرتك عايزه الملح يكون الجبنه بتاعتك الكريمي تكون حادقه شويه بتزودي المقدار اللي انت عايزاه، عايزه الجبنه تكون بسيطه بتزودي برده المقدار اللي انت عايزاه. دي معلقه من الزبده، لكن هي بصراحه كانت طالعه من الفريزر. فانا هوريكم انا عملت ايه دلوقتي في الزبده. انا خدتها سيحتها. طبعا انا بوريكم كل خطوه بامانه علشان ما فيش حد تقف قدامه اي خطوه ويقول انا ازاي انا ما فهمتش دي. ورجعت فضيت عليها اللي انا حطيته من الخليط بتاعي اللي كان في الكبه، فضيته فوق الزبده زي ما حضراتكم شايفين اهوت. وبدات ان انا خلطته بالشكل دوت في الكبه بتاعتي. طلع القوام زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، طبعا كريمي وجميل. لكن طبعا النعوميه بتاعتها دي حسب ما حضرتك عاوزه. دلوقتي حبايب قلبي انا جبت بقى شويه من الشرش اللي عندي اللي هو السائل اللي فضل من تصفيه الجبنه او اللبن بتاعي. وحطيت حوالي 10 معالق بس بالتدريج، يعني مش هتحطي 10 معالق في قلب الكبه على طول علشان خاطر ما تتكهربيش، لان الكبه بتصفي السائل دوت فيها من جوه. ضربتها تاني زي ما حضراتكم شفتوا كده اهوت مره تانيه، بقت انعم. والخليط ده عندي بقى جبنه كريمي انعم زي ما حضراتكم شايفين وبتلمع وجميله جدا. طبعا جبنه كريمي جميله جدا في البيت، نظيفه، مش محطوط لها اي اضافات من بره ولا مواد صناعيه. ممكن حضرتك تنعمي بقى زي ما حضرتك عاوزه، تضيفي معلقه زبده كمان اختياري، بس انا بصراحه الزبده هنا كانت جميله جدا وادتني طعم رائع. ممكن حضرتك تضيفي لها بقى بودره توم او بودره بصل او اي نكهه او طعم حضرتك بتحبيه. في الاخر شوفوا حضراتكم بقت جميله ازاي، تبارك الرحمن. بقت جميله معايا تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. انا بصراحه دقتها في الوقت دوت وكانت طعمها رائع. انصحكم تجربوها. هبدا بقى ان انا اجيب البوله بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده او اي علبه محكمه بغطا، وافضي في قلبها الجبنه الكريمي بتاعتي. انا طبعا فضيتها في البوله ديت علشان خاطر احنا اتعشينا بيها. قلت مفيش داعي ان انا احطها في التلاجة تانية. ممكن حضرتك زي ما قلت تخليها الجبنه سايله عن كده عن طريق ان انت بتزودي بضعه معالق من الشرش بتاع الجبنه وتضربيها تاني في الكبه، بتكون سايله عن كده. بس انا بصراحه حبيت القوام دوت وعجبهم هنا جدا، وانصحكم ان انتوا تعملوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. اتمنى لكم السعاده، اتمنى لكم حياه سعيده ورضا من الله تبارك وتعالى. اوصيكم في النهايه بقراءه كل يوم ان شاء الله ولو ايه واحده من القران الكريم، ومع التدبر والعمل به. وشكرا جزيلا.